خليني أسألك سؤال واحد وجاوب عليه بصراحة ومن غير تفكير كتير. لو ده آخر شهر شغل ليك ومفيش ولا مليم جاي الشهر الجاي، تقدر تعيش كام شهر بنفس مستواك؟ شهرين؟ 3؟ أكتر ولا أقل؟ خد لك 3-4 ثواني وفكر بجد. ده مش مجرد رقم، ده المقياس الحقيقي لغناك أو فقرك. مش مرتبك ولا وظيفتك ولا شقتك ولا عربيتك، الرقم ده هو الخلاصة. متأكد إن كتير مننا لقى الرقم أصغر بكتير من تخيله، ودي المشكلة الحقيقية. من بره الصورة بتلمع، بس لو المرتب وقف كله هيتدشمل في كام أسبوع. تخيل معايا، ده مش فقر عادي، ده فقر مستخبي بيتحكم في كل قرار بتاخده في حياتك. الاقتصاديين بيسموه الفقر المقنع. شقة محترمة، بدلة غالية، عربية زيرو، مصيف مرتين في السنة، بس حساب البنك فاضي وعلى خطوة واحدة من الانهيار. يا ترى ايه الفخ اللي انت عايش فيه؟ وازاي بقيت فقير وانت مش حاسس؟ وايه هو العدو الخفي اللي بيطاردك طول الوقت؟ وازاي المنظومة كلها بقت بتلعب ضدك؟ وفي آخر الحلقة هنطرح أهم سؤال، لو جاوبت عليه هتقدر تفلت، وده اللي هندردش فيه النهاردة. وأنا أحمد شحاتة، وده نفس الأثر. خليني أقول لك على حاجة، آخر مرة مرتبك زاد فيها عملت إيه بالفلوس الزيادة؟ فكر فيها كده. أنا هقول لك، أغلب الناس بتعمل حاجة واحدة، بيرفعوا مستوى حياتهم. عربية أحدث، شقة أوسع، خروجات ومطاعم أكتر، اشتراكات جديدة. وده مش عيب خالص، ومن حقك تدلع نفسك وتعيش أحسن. بس الأغرب من كده إن في عدو مستنيك في الدرة ومحدش بياخد باله منه. العدو ده اسمه تضخم نمط الحياة، اللايف ستايل. ببساطة مصاريفك بتزيد لوحدها كل ما دخلك بيزيد. الموضوع بيحصل بسرعة ومن غير ما تحس. تعال نشوف مثال بالأرقام. موظف بيقبض له 15-20 ألف جنيه، عايش مستور وبيحوش منهم جزء كل آخر شهر. جات له ترقية ومرتبه بقى 28 ألف جنيه، يعني زاد 8000 جنيه حتة واحدة. ايه اللي حصل بقى؟ قال لك اغير العربيه، القسط الجديد ب 4500 جنيه. قال لك منقل لشقه اوسع، فرق الايجار 2000 جنيه. اكله بره بدا يزيد، في زياده 800 جنيه. شويه اشتراكات زياده 500 جنيه. المحصله مصاريفه زادت 7800 جنيه من اصل ال 8000 الزياده. يعني صافي التحسن الحقيقي في حياته 200 جنيه بس في الشهر. الكارثه بقى دلوقتي انه بقى ملتزم بمصاريف ثابته اعلى بكتير. لو المرتب اتأخر أو حصلت أي أزمة، موقفه بقى أصعب بكتير من زمان. هو ده الفخ بعينه. أنت مش بتطلع لقدام. وعشان تفهم الفخ ده لازم نسأل سؤال مهم. أنت ليه بتشتري كوباية القهوة ب 150 و200 جنيه مع إنك عارف إنك ممكن تعملها في البيت أو المكتب ب 10-15 جنيه؟ وليه بتدفع مبلغ وقدره في وجبة سريعة مليانة زيوت مهدرجة وأنت عارف إنها مضرة؟ الإجابة ببساطة، أنا أستحق أدلع نفسي. الجملة دي هي أكتر جملة دمرت المستقبل المالي لجيل كامل. طب خليني أسألك سؤال تاني. شركتك بتديك مكافأة سنوية أو بونص آخر السنة، بس عمرك سألت نفسك ليه الشركة بتديك بونص بدل ما تزود مرتبك الأساسي بنفس الرقم؟ يعني لو الشركة شايفة إنك تستاهل 10000 جنيه زيادة، ليه مش بتحطها في مرتبك وتريح دماغها؟ ليه بتحوشها لك وتديها لك حتة واحدة آخر السنة؟ الإجابة ممكن تصدمك شوية، لأن البونص مش حق مكتسب. الشركة تقدر توقفه في أي لحظة لأي سبب ومن غير ما يكون عليهم أي التزام قانوني ناحيتك. أما المرتب الأساسي ده التزام رسمي مكتوب في عقدك، بيتحسب عليه تأميناتك ومكافأة نهاية الخدمة. البونص في النهاية مجرد هدية، والهدية ممكن تتقطع عادي. والمهم هنا إحساسك وأنت بتاخد البونص ده. بتحس بالامتنان وإن الشركة مقدراك وشايفاك، وممكن جدا تفضل مستحمل شغلانة أنت كارهها. وهو ده الهدف بالظبط. وأنا هنا مش بقولك إنها مؤامرة، بس ده نظام متصمم بذكاء عشان يخليك مكانك ما تتحركش. في مصطلح بيستخدموه بتوع الاقتصاد والاتش ار في الشركات الكبيرة، اسمه القيود الذهبية. معناه إن الشركة بتدفع لك مرتب حلو جدا، بس بتربطك بحوافز تخليك تخسر كتير قوي لو فكرت تمشي. هتخسر بونص متراكم، وأسهم في الشركة لسه ما استلمتهاش، وتأمين طبي محترم، ومميزات تانية كتير هتقف على طول لو مشيت. وزيد على ده كمان إنك أصلا بنيت حياتك كلها على الرقم الكبير ده. هتيجي تقول لي يا عم أحمد، ما هو بيكسب كويس، إيه المشكلة؟ هقول لك كلامك صح، بيكسب كويس بس هو مش حر. فرق السما من الأرض بين إنك تكسب كويس وإنك تكون حر. الطبقة المتوسطة المزيفة بتعمل فلوس حلوة بس حريتها مسلوبة. تلاقي ناس بتقبض أرقام خيالية، بتسافر، تاكل في أحسن المطاعم، ولما تسألهم
ليه مش بتعملوا الحاجة اللي بتحبوها؟ تلاقي الرد دايما واحد: مش قادر أسيب الشغل. مش قادر أسيب الشغل ده مش نجاح يا صديقي، ده قفص، بس قفص من ذهب. خليني أسألك كمان سؤال: آخر مرة حسيت فيها إنك مش كفاية وإن حياتك ناقصة كانت بعد إيه؟ لو أغلبنا فكر بصراحة هيلاقي الإحساس ده جاله بعد ما شاف صورة شقة أحسن من شقته، أو إعلان عربية جديدة، أو بوست عن ترقية لزميله، أو إنفلونسر لابس ساعة ب50,000 جنيه وطالع ينصحك إزاي تغير حياتك. المشكلة مش إن الناس دي كدابة، الأغرب من كده إنك بتقارن كواليس حياتك كلها بصحيانك بدري وزحمة المواصلات وتعب الشغل بأحلى لقطة متفلترة في حياة شخص تاني وهو بيضحك على البحر. دي مقارنة ظالمة من بابها. عشان تتخيل أكتر يا صديقي، الدراسات بتقول إنك لما بتشوف ناس عايشة في مستوى أعلى منك بيحصل لك ضغط اجتماعي حقيقي بيخليك تصرف أكتر، مش بقرار واعي منك خالص، وده بيحصل بشكل أوتوماتيك. يعني السوشيال ميديا بتلعب في دماغك وتغير مفهومك عن كلمة طبيعي. بقى الطبيعي إننا ناكل بره كل أسبوع، الطبيعي نغير الموبايل كل سنة، الطبيعي نصيف بره مصر، والطبيعي نركب أحدث عربية. وكل ما الطبيعي ده عمال يتغير ويزيد مصاريفك بتكتر معاه. ولو حبينا نفهم اللعبة دي لازم نسأل سؤال هيضرب كل قناعاتك الثابتة في مقتل: هل عربيتك الزيرو اللي انت راكنها تحت البيت دلوقتي وشقتك اللي في الكومباوند اللي بتدفع اقساطها كل شهر، هل دي فعلا أصول انت بتمتلكها، ولا دي ديون هي اللي بتمتلكك؟ في العرف الاجتماعي بتاعنا أول ما حد بيجيب عربية بمليون ولا 2 أو يسكن في كومباوند راقي بنقول عليه على طول ده راجل ناجح ومرتاح، ده كون نفسه وبقى عنده أصول. بس لغة الأرقام والواقع الاقتصادي المؤلم ليهم رأي تاني خالص. تعال نفكك المشهد ده ببطء. انت بتروح تشتري العربية تقسيط 5 أو 7 سنين، انت متخيل انك اشتريت عربية؟ الحقيقة انك مأجر فلوس من البنك بتكلفة عالية جدا. ايه اللي هي الفايدة؟ ورهنت العربية دي للبنك، ورق العربية الفعلي والرخصة باسم مين؟ مع البنك. لو اتأخرت 3 4 شهور عن الدفع، مين اللي من حقه ياخدها منك بقوة القانون؟ البنك. عربيتك دي مش أصل، عربيتك دي التزام عملاق بياكل حتة من لحمك كل شهر، بس متغلف في شكل واجهة اجتماعية. وهنا بقى بنوصل لنقطة محورية، إن كل اللي حكيناه ده مش صدف، دي كلها حتت من بازل واحد. السوشيال ميديا بتحسسك بالنقص فبتنزل تصرف، تضخم نمط الحياة أو اللايف ستايل بياخد أي زيادة في مرتبك ويحولها لمصاريف ثابتة، القيود الذهبية والبونص مكتفينك في شغلك حتى لو طالع عينك. المحصلة إيه؟ موظف شاطر بيطحن نفسه في الشغل وبيقبض كويس جدا، بس بقى مضغوط طول الوقت، مش شايف المستقبل، مش عارف يسيب شغله، ومش عارف يحوش أي فلوس على جنب. ده مش فشل منك يا صديقي، دي منظومة شغالة زي الساعة بس بتلعب لصالح ناس تانية مش لصالحك. بس عاوزك تتخيل معايا إن كل ده لسه مش أسوأ حاجة. أسوأ حاجة بجد إن الناس اللي شكلهم ناجح من بره ومرتباتهم كبيرة هم أكتر ناس واقعين في الفخ ده. لحد دلوقتي إحنا كنا بنحاول نشخص ونوصف المشكلة، بس في سؤال مهم لازم نسأله لنفسنا دلوقتي: هو إيه الفرق الحقيقي بين واحد بيكسب كتير وواحد بيكسب أقل منه؟ خليني أحكي لك عن 2 موظفين. الأول موظف عادي بيقبض له 10 12 ألف جنيه، مأجر شقة على قده، بياكل في بيته، عربيته قديمة بس مشياه، بيعرف يحوش مبلغ صغير كل شهر، بس الميزة إنه عنده في البنك فلوس تكفيه 7 8 شهور قدام لو حصلت أي أزمة واضطر يقعد في البيت. التاني مدير في شركة كبيرة بيقبض 50 60 ألف جنيه، ساكن في كومباوند راقي، راكب أحدث عربية بالقسط، ولاده في مدرسة انترناشونال، وبيسافر يصيف مرتين في السنة. صوره على الانستجرام بتقول إنه في قمة النجاح، بس رصيده في البنك يدوب يكفيه 3 4 أسابيع لو مرتبه وقف. قول لي أنت بقى، مين فيهم الأغنى؟ أنا مش بسألك مين فيهم بيقبض أكتر، أنا بسألك مين الأغنى. الإجابة واضحة زي الشمس، بس محتاجة شجاعة منك عشان تعترف بيها. في حقيقة مرة بتحصل في المجتمع ومحدش بيجيب سيرتها: الطبقة المتوسطة اللي اتربينا عليها وكبرنا نحلم بيها، اللي معناها الاستقرار والأمان وراحة البال، دي خلاص بقت قليلة، واللي جه مكانها هي طبقة تانية خالص، من بره شكلها طبقة متوسطة أو غنية كمان، بس من جوه الحكاية مختلفة. الواجهة شقة شيك، عربية زيرو، موبايل أحدث موديل، لبس براندات، وصور في الساحل. الحقيقة اللي جوه: العربية جاية بقرض، الشقة بالقسط، والكريدت كارد بيسددوا منه الحد الأدنى بس، وحساب في البنك بيصفر قبل ما الشهر يخلص بأسبوع. ودي نسبة مرعبة جدا من الناس اللي شكلهم مرتاحين ماديا. لو اتكلموا معاك بصراحة هيقولوا لك إنهم عايشين من المرتب للمرتب، مش عشان مرتباتهم قليلة، بس عشان التزاماتهم وديونهم قد المرتب أو أكبر منه.
للأسف يا صديقي الديون بقت هي الأساس اللي الطبقة دي بانية عليها حياتها. طب هنا بقى لازم نسأل نفسنا السؤال المهم، لو الطبقة المتوسطة الجديدة كلها غرقانة في الديون وطالع عينها، أمال مين اللي عايش مرتاح بجد؟ وهنا احنا بنوصل للقلب والمفهوم اللي لو فهمته النهاردة نظرتك للفلوس والناس هتتغير للأبد. المفهوم ده هو الفرق المرعب بين إنك تكون ريتش وإنك تكون ويلسي. في العربي احنا بنترجم الكلمتين دول غني أو ثري، وبنستخدمهم كأنهم حاجة واحدة، بس في علم الاقتصاد السلوكي الفرق بينهم هو الفرق بين السماء والأرض. الشخص الغني هو شخص بيتم تعريفه بناء على الدخل الحالي بتاعه، يعني ببساطة الغني ده شخص مرتبه كبير أو إيراده الشهري عالي، ولأن الفلوس بتجري في إيده فهو بيحول الفلوس دي لمظاهر وبيصرف ببذخ. مشكلة الغني إنه مرتبط ارتباط شرطي بالعجلة، لو الشغل وقف الغنى ده بيتبخر. على الناحية التانية الشخص الثري فده موضوع تاني خالص. الثروة ما بتتقاس باللي بيكسبه في الشهر، الثروة بتتقاس بانت تقدر تعيش كام يوم من غير ما تشتغل. الثروة هي الفلوس اللي ما بنصرفهاش. أيوة ركز في الجملة دي، الثروة هي العربية الغالية اللي انت قررت ما تشتريهاش، هي الساعة الرولكس اللي فضلت في الفاترينا عشان يحط فلوسها في استثمار بيجيب عائد. هو مش محتاج يثبت لأي حد إنه معاه فلوس. وللأسف الطبقة المتوسطة المزيفة وقعت في الفخ الكارثي ده. اختاروا إنهم يلعبوا لعبة الريتش، اختاروا إنهم يبانوا أغنياء قدام الناس في الكافيهات وفي الشغل وعلى السوشيال ميديا. طب تخيل معايا كده، إيه اللي يحصل لو الشركة قررت تسرح جزء من الموظفين وتقلل ميزانيتها، أو الذكاء الاصطناعي دخل قلل نسبة الموظفين في قطاع معين، أو حتى حصلت أزمة اقتصادية قفلت الدنيا؟ للأسف قرار واحد بشكل مفاجئ كفيل يهد كل الصورة اللي انت بانيها بقالك سنين وفي كام أسبوع بس. أنا مش بخوفك والله، أنا بكلمك في واقع بيحصل كل يوم مع ناس عمرهم ما كانوا يتخيلوا إنهم يحصل لهم كده. ولأن اللعبة دي معقدة ومخيفة كان لازم حد من بره الصندوق يدرسها بالأرقام. في سنة 96 اتنين من الباحثين الاقتصاديين في أمريكا قرروا يعملوا دراسة بحثية هي الأضخم والأهم من نوعها في التاريخ الحديث، وكانوا عايزين يجاوبوا على سؤال واحد بس، مين هم الأغنياء بجد وعايشين فين وبيصرفوا فلوسهم إزاي؟ وهنا المنطق بيقول إنهم عشان يلاقوهم لازم يروحوا الأحياء الراقية جدا ويدوروا على أصحاب القصور والنوادي الغالية. وفعلا بدأوا يجمعوا البيانات وعملوا مقابلات مع ناس كتير من اللي ساكنين في الأماكن دي. وهنا كانت الصدمة اللي قلبت علم الاقتصاد السلوكي رأسا على عقب، واللي نشروها بعد كده في كتابهم الأسطوري المليونير في الباب المجاور. اكتشفوا إيه بقى؟ اكتشفوا إن الأغلبية العظمى من الناس اللي ساكنين في الأحياء الراقية دي ليسوا أثرياء. أيوة زي ما سمعت، مش أثرياء، هم ناس عندهم دخل مرتفع جدا، دكاترة مشاهير، محامين كبار، مديرين تنفيذيين في شركات كبيرة بيقبضوا كويس جدا، لكن صافي ثروتهم يكاد يكون صفر أو حتى بالسالب. الباحثين أطلقوا على الفئة دي مصطلح مرعب اسمه اليو اي دبليو، بالبلدي كده ايديهم مخرومة. ناس بيدخل لها فلوس كتير جدا بس بيصرفوها كلها عشان يشتروا كل حاجة تخليهم يبانوا أغنياء. الموظف أو المدير من الفئة دي بيبقى دخله مثلا 80-90 ألف جنيه في الشهر، بعد ما يدفع كل الالتزامات اللي عليه بيتبقى معاه 10,000 جنيه بيكافح بيهم عشان يكمل لآخر الشهر. الراجل ده اللي الناس كلها بتحسده على الوجاهة والبرستيج بتاعه، هو في الحقيقة أفقر من موظف بسيط عايش على قده وما عندهوش ديون وسايب قرشين على جنب. وكمان اكتشفوا إن الفئة دي بيفصلها عن الإفلاس التام والانهيار 2 شهر بالظبط لو المرتب وقف. لو الراجل الشيك ده اترفد من شغله هيخسر عربيته وهيخسر بيته، وولاده هيطلعوا من المدارس الانترناشونال وحياته هتنهار. هل ده يبقى اسمه ثراء؟ ده اسمه رعب متزوق. امال اللي معاهم ملايين بجد طلعوا فين؟ الباحثين لقوا ان الاثرياء الحقيقيين عايشين في احياء متوسطه او عاديه جدا، وبيركبوا عربيات موديل السنه اللي فاتت او اللي قبلها، وبيلبسوش ساعات بالاف الدولارات، وبيدفعوش نص ثروتهم عشان الناس تقول عليهم اغنياء. الاثرياء الحقيقيين اللي سموهم البي اي دبليو او عباقرة بناء الثروه كانوا بيستخدموا دخلهم عشان يشتروا اصول حقيقيه، اسهم، عقارات بتتأجر وتجيب دخل، حصص في شركات، بيشتروا الحاجة اللي تجيب فلوس مش الحاجة اللي بتسحب الفلوس. وهنا في رأيك تفتكر إيه الفرق بين اللي بيعدي من الأزمة دي واقف على رجله واللي بيقع ما بيقومش؟ لا هي شهادة ولا خبرة ولا تايتل كبير في شركة، الفرق هو تقدر تعيش كام شهر لو مرتبك وقف. نفس السؤال اللي سألته لك في أول الحلقة، بس دلوقتي بعد كل اللي حكيناه وزن السؤال ده اختلف تماما،
لأنك دلوقتي اقتنعت إن الإجابة مش مجرد رقم، وهو ده المقياس الحقيقي لكل قرار مالي أنت خدته في حياتك ولكل قرار لسه هتاخده في المستقبل. وهنا بنوصل لأهم سؤال: لو المنظومة كلها متفصلة عشان تلعب ضدك، المفروض تعمل إيه؟ إجابتك: مش هصرف أقل، لأنك جربت ده وعرفت إنه ما بيأكلش عيش لوحده. ومش هزود مرتبي، لأننا لسه شايفين إن المرتب العالي لوحده مش بيحل المشكلة. الإجابة محتاجة تغيير تفكيرك بالكامل في علاقتك بالوقت والفلوس والحرية، لأن الفلوس يا صديقي في الأساس مش هدفها إنك تعيش أحسن، هدفها إنك تختار أحسن. تختار تسيب شغل أنت كارهه، تختار تفتح مشروعك، تختار تقول لأ، تختار تقعد في البيت لو صحتك أو عيلتك احتاجوك. اللي محوش قرشين عنده وقت يفكر، واللي ما معهوش بيوافق على أول فرصة تقابله عشان خايف، مش عشان هو اختار. وفي فرق شاسع بين قرار واخده واحد مرعوب وقرار واخده واحد قدامه اختيارات كتير. المرعوب بيرضى بأي مرتب، بيستحمل أي معاملة سيئة، وبيفضل محبوس في القفص عشان فكرة الخروج بترعبه أكتر من القفص نفسه. أنا مش جاي أقول لك الكلام الكلاشيه بتاع بطل تصرف، لأن ده كلام سطحي وما بيحلش حاجة. ومش هقول لك روح استثمر في البورصة، لأن مش ده الدرس اللي أنا عايزك تطلع بيه النهاردة. الدرس الحقيقي هو إنك تسأل نفسك سؤال واحد بس قبل أي قرار مالي كبير هتاخده من هنا ورايح: القرار ده هيزود حريتي ولا هيقللها؟ قسط العربية الجديدة هيديك حرية ولا هيكتفك أكتر؟ الترقية اللي أنت رايح لها هتفتح لك سكة جديدة ولا هتربطك في المكتب أكتر؟ العيشة اللي أنت عايشها دي مختارها عن قناعة ولا عايشها عشان المدام والعيال عايزين يكونوا زي أصحابهم؟ الأسئلة دي مش هتديك إجابات جاهزة، بس هتنور بصيرتك وتخليك تشوف الصورة أوضح. تعال نشوف يا صديقي الحسبة المرعبة دي. بعد 10-15 سنة من شغلك اللي ما بيخلص وسنين من حرق الأعصاب عشان تقبض أكتر، بيجي يوم لازم تقعد فيه مع نفسك وتقفل باب الأوضة وتجيب ورقة بيضة عشان تواجه نفسك بالحقيقة. هتقسم الورقة دي نصين. الناحية اليمين هتكتب فيها الأصول الحقيقية، الأصول اللي أنت بتمتلكها وتقدر تحولها لكاش بكرة الصبح، رصيدك في البنك اللي تقدر تسحبه فعليا، أسهم بتمتلكها، دهب ركنه على جنب، أو شقة أنت دافع تمنها بالكامل وبتجيب لك إيجار شهري. خد بالك، عربيتك اللي عليها أقساط مش أصل، وشقتك اللي في الكومباوند ومرهونة للبنك مش أصل. وفي الناحية الشمال هتكتب الخصوم والديون اللي في رقبتك: قسط العربية اللي فاضل، قسط الشقة، ديون الكريدت كارد، الفلوس اللي مستلفها، قسط المدارس الانترناشونال، وأي التزام مالي مطلوب منك تسدده في المستقبل. دلوقتي يا صديقي اطرح النص الشمال من النص اليمين، الرقم اللي هيطلع لك ده هو أنت، هو ده صافي ثروتك الحقيقية اللي أنت طلعت بيها من سنين شقاك وعمرك كله. الصدمة المرعبة لما موظف كبير أو مدير أو واحد محترف بيقبض كويس جدا يمسك الآلة الحاسبة ويكتشف النتيجة: ليه الرقم طالع صفر؟ أو الأسوأ، ليه الرقم طالع بالسالب؟ فلوسي راحت فين؟ دي اللحظة اللي بتكتشف فيها إنك ما بنيتش ثروة، أنت بنيت صورة، ونسيت تماما تبني ثروة حقيقية تحميك وتحمي ولادك من غدر الأيام. وفي النهاية خليني أقول لك على الحقيقة الوحيدة اللي أنا متأكد منها في الليلة دي كلها: مش كل الناس هتقدر تغير حياتها في يوم وليلة، ومش ده المطلوب أصلا. بس أول خطوة وأهم خطوة إنك تبقى عارف إن في فخ أساسا، لأن الفخ الوحيد اللي مستحيل تهرب منه هو الفخ اللي أنت مش شايفه. بس دلوقتي يا صديقي أنت بقيت شايفه كويس، والسؤال اللي هيفضل يزن في دماغك بعد الحلقة دي مش هحوش إزاي، السؤال هو: إيه أول قرار هاخده عشان أبدأ أنسحب من الفخ اللي في حياتي؟ مستني رأيكم وتجاربكم في التعليقات، وهتابعها بنفسي، لأن مؤمن إن النقاش هو اللي بيصنع الوعي. متنساش تشوف كل الحلقات اللي فاتتك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم على خير في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.